السلام عليكم. النهارده جيت لكم انا من مايكو احلى مربة فراولة تقعد معاكي من سنة لسنة بدون مواد حافظة ولا لونها كمان يغير معاكي ولا الوان صناعية. شايفين القوام كمان حلو قوي بتاعها. لو حابين تعالوا مع بعض تعالوا نشوف الطريقة. انا هنا جبت معايا 2 كيلو من الفراولة منقيينهم بالواحدة، مفيهمش اي حاجة بايظة. لازم يكون الفراولة كلها سليمة عشان تطلع معاكي مربى حلو قوي. ودي كل المربى اللي هنستخدمها. زي ما قلتلكوا لازم الفراولة، وكمان الفراولة ليها مواسم، لازم تكون حمرا قوي عشان نعملها في المربى وما يكونش فيها ابيض ولا اخضر خالص. بس قبل ما نبدا نصلي على النبي واروح نغسل الفراولة كلها وهنرجع لكم تاني. متنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. الفراولة هقطعها كده، انا عايزاها اعملها قطع زي ما انتوا شايفين كده. هقطعها ازاي؟ لو مش عايزاها قطع ممكن نفرمها بالخلاط او بعد ما تستوي نفرمها بالهاند بلندر عادي، بس انا عايزاها قطع زي بتاعت بره بالظبط. هقطع بقى كل الكمية كلها، هقطعها بنفس زي ما انا مقطعاه كده. بس قبل ما نبدا لازم تشتركوا في القناه وتصلوا على النبي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ويلا اقول لكم هنعمل ايه كمان مع بعض. كده خلصت كل الكميه اللي معايا. انا هنا مستخدمه 2 كيلو من الفراوله. جبت معايا حله، هنزل بال2 كيلو كلهم كده بعد ما كده خلاص. بعد ما نزلت بكل كميه الفراوله، انا قلت لكم هنا مستخدمه 2 كيلو. هنا انا عندي على كل كيلو فراولة كوباية سكر. ادي اول كوباية، وادي نص كمان. انا احط كوباية ونص، انا مش عايزاها مسكرة قوي، بس هو المفروض اللي بيحبها مسكرة على الكيلو كوباية سكر واحدة بس. انا حطيت كوباية ونص على 2 كيلو. هحطها بقى على البوتاجاز كده، هبدأ اقلبها تقلبتين. اللي حابب برضو الفراولة مش قطع المربى ممكن يضربها في الخلاط، اللي مش حاببها قطع خالص دي حاجة اختياري برضو مش اجباري، كل واحد يعمل اللي هو بيحبه. بصوا كده بدأت تغلي معايا، كل شوية هديها تقليبتين 3. انا هنا عندي نص ليمونة عشان تحفظ لي اللون وتظبط لي طعم الفراولة، هتديني مزازة حلوة للمربى وتحفظها لي جدا لأطول فترة ممكن. كل شوية بقلبها تقليبتين واسيبها كده تتقلب معايا. بصوا كده بعد ما بدأت تفور هنشيل كل الرغاوي، عشان الرغاوي دي هي اللي هتساعد الفراولة تبص بسرعة. لازم نشيلها عشان ما تبصش معايا وتفضل فترة طويلة معايا في التلاجة. لازم الرغاوي كلها تشال عشان ما تبوظليش المربى بتاعتي. اشيلها كده كل الرغاوي، اقلبها وكل ما اطلع رغاوي اشيلها برضو. هبدأ بصي بقى كده بدأت تدخل في السوا، فاضل لها حبة كمان وتستوي. هفضل برضو اقلب واشيل الرغاوي اللي فيها، وطيت عليها النار خالص عشان تستوي براحتها. كده بدأت تدخل في مرحلة السوا خلاص، وطيت النار عليه خالص وشيلنا كل الرغاوي اللي فيها. هو ده القوام اللي احنا عايزينه. اسيبها شوية كمان تستوي شوية كمان وهطفي النار على طول. خلاص كده بدأت تدخل في مرحلة السوا، نوطي عليها النار خالص. بصوا كده استوت معايا ولا لونها جميل جدا. انا والله العظيم مش حاطه فيه اي الوان صناعيه خالص، ده لونها الطبيعي. عشان تعملي مربى صح لازم تنقي الفراوله بالواحده وتكون كمان حمرا، ما تكونش مستويه خالص.
هنا انا عندي برطمانين عقمتهم كويس قوي في ميه مغليه 10 دقايق عشان يحفظوا لي المربى. لازم نعقم البرطمانات كويس قوي. هبدأ اعبي بقى المربى. انا عملت لي كميه حلوه قوي، ولا لونها ولا كمان القوام بتاعها ولا القطعه بتاعه الفراوله حلوه جدا. والنص ليمونه برضو زي ما قلت لكم حافظ عليها. بصوا ده شكلها عامل ازاي، بصوا بص القوام المربى ولا لونها حلو جدا ومن غير الوان صناعيه وسهل جدا. احنا ممكن نعمله في البيت، مش شرط نشتريه من بره. هيعمل لنا كميه احلى واوفر بكتير من بتاعه بره. ودلوقتي بيتغلي قوي كمان. فاحنا ب2 كيلو فراوله هنعمل احلى مربى فراوله في البيت. بصوا لونها ولا القوام بتاعها مظبوط وحلو جدا كمان. واوريكم كمان البرطمانات. عملت لي برطمانين حلوين جدا. بصوا مش هتفرقوا خالص عن بتاعه بره. دي الكميه كلها اللي هي ال2 كيلو عملوا لي الكميه دي. حلو جدا وهتحفظيها لاولادك على طول، وهتنفعك جدا في الحضانات والمدارس الصبح في سندوتشات، وفي اي وقت برضه هتنفع معاكي جدا. زي ما انتوا شايفين كده انا خلصت كل الكميه وخلصنا الفيديو كمان. يا رب الفيديو يكون عجبكم والطريقه كمان يكون عجبتكم واستفدتوا منها كتير. بس كده ما تنسوش تشتركوا في القناه. عايزه تعليقات حلوه وكومنتات احلى كمان، واشوفكم تاني في فيديو جديد.